صباح الخير يا جماعة أو مساء الخير. دلوقتي يا جماعة أنا كنت راكبة ميكروباص النهاردة وكنت بحاول أعمل خير وأساعد واحدة أنا معرفهاش. اللي حصل إن هي كانت فاتحة التليفون بتاعها وأني قمت دبة بعيني كده هو في التليفون. جالي فضول يعني أعرف بيتكلم مين، وبعد ما يمكن تكون بنت مش متربية. قمت لقيتها كانت بتكلم واحد ومسميها ماي لاف على الواتساب بتاعي. لقيت الواد هي لا كاتب ليه ايه بقى، لقيت الواد بيكتب ليه يقول لي انا مش عايزه اعرفك تاني، وانتي انا ما عارفاش بقى، ما عرفتش اقرا الباقي. في الوقت دي انا ما عارفاش، سحبت من لساني ورحت قايله لها ايه اكتبي له ايه ماشي مع السلامه. فبصيت لي بعينيها وكانت خلاص هتدمع وتعيط، صعبت علي. اني بقى التقيتها فرحت واتبسطت قوي يعني لما عملت كده. فالواد راح رد عليها وقال لها سلام. راح الواد كاتب ليه ايه يعني خلاص انت مش عايزاني ودي اخر كلام عندك. قلت لها ايه ايوه اكتبي له ايوه دي اخر كلام عندي. انت عايز كده خلاص براحتك، يعني اعمل لك ايه؟ اسكت؟ لا ما اسكتش. قلت لها يا بنت اكتبي له خلاص يا دي انت مفيش نصيب بينا. راح بقى قايل لي ما انت اللي عصبتيني. قلت له لما يبعت لك رساله خليه يشوف ان هي اتشافت، اللي هي العلامه يعني اللي اسمها صين. وبعدين لما عملت كده هو بعد شويه كده راح الواد بعت ليه وقال لي معلش ما تزعليش مني اني اسف. لقيت البت بقى فرحت قوي وراح بقى مفتوح من هنا لهنا وانشكحت قوي مع الواد. وراحت البت اللي ما عندهاش دم بصلي كده هو وقالت لي انت مالك انت؟ انا يعني كنت اغزها يعني ولا كنت اعمل ايه ولا اجيبها من مناخيرها؟